يا رب كله ظبط. ده في الزارع لما تعبني رشناك سم ورشناك زفت عليك وعلى اصحابك. واحد تعب من حش، كل يوم نحش فيهم. يا ابو علي. مرحبا ابو رماح. كيف حالك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا عم. في حالك؟ ما تحش يا ما حش والله رشنا سم. يا ابوي هو دي ده انا كنت نجيلة جاي دي. اخذ لي شغل للبهايم منك. لا يا بلا، خد حش وخد. وين الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ والله تمام يا بلا. ليه يا ابو علي حاسس الناس كلها كرهاني؟ الناس كلها كرهاك. ايوه. يبي متهيك لك انت محدش كارهك. كيف متهيألي؟ انا متهيك لك محدش كارهك يا انا بلا. بصدق حاسس ناس البلد كلها كرهاني، ليه مش عارف. لا بيكون غلطنا في حد او شتمت حد. بتكون في يوم من الايام عمري 34 سنه يكون جبت لي غلطه ولا جبت لي شقه ولا جبت لي مشكله؟ لا يا ابو طيب. مش عارف ليه يا اخي، والله الناس كلها كرهاني. ده يكون مثلا طيب رحت حكيت على القهوه. ابو انت عارفني انا بتاع قهوه، ما اروح قهوه انا. اما ليه طيب يا بلا؟ رحت قعدت على قهوه انا ولا هذا؟ مش عارف الناس، انا وماشي في الشارع كده اللي يبص اللي بصه مش هي اللي مش عارف ليه يا اخي. طيب مخولك منين انت؟ مخوالي منين؟ مخوالي غريب. غريب؟ مخوالي غريب. عشان كده الناس كرهاك. دايما الواحد المخول غريب دايما مكروه. يعني عشان مخوالي غريب الناس كرهاني؟ صح يا شيخ. والله قعدت تناج. هي مالها؟ مش عارفين تكله. ايوه دايما يا بالعم المخول غريب مكروه، الام غريبه مكروهه. والله طب ليه بس؟ والله العظيم مش عارف، كل ما اقول لك كرهاني عارف. خلي بالك الثاني يقولها لي دي، يقول لي مخولك منين؟ والله شفت الثاني يقول ليه؟ عشان مخولي مثلا مخولي غريب ابا مكروه. ايوه دايما المخول غريب مكروه في البلد بالذات. لا يابا انت صدقت في الكلمه دي، انا ناس كثير الثاني يقولها لي الكلمه لا دي. يا عم يقول لك لو مخولك غريب لازم تتكره، ليه مش عارف. اما القريب محدش بيكرهه، اللي ليك ليك زي ما بيقول اللي ليك ليك يا بالعام. ابو اللي ليك يا ابو العم. ادركت انا عمليه ابوي هو مثلا جاب من المراكز، كمان عدى مراكز جاب مني. يا ابوي ده كل حاجه نصيب دي يا بالعام. ما المشكله؟ ما حدش يقول لك نصيب، يقول لك انت مخولك غريب، انت ود الغريبي. ليه ود الغريبه؟ مخالف لقيها في الشارع؟ لا ما غريب كله بعد كده يعني غريبه ولا مش غريبي. طول ما الواحد قال لك خلاص مش غريب، بيجي من نفس البيت ومن نفس العيله. لا ليه يبقى غريب يعني؟ عشان ابونا جاء من بعيد يبقى غربة. لا يا بالعم لا ما تزعلش نفسك وما تحطش حاجه في دماغك. ولا حد يقدر يشغلك يا بالعم، ولا غريب ولا قريب حتى. المشكله الناس عارفانا والناس عارفه ايه يا ابو رماح. معلش المشكله لا ما تشغلش دماغك انت بالموضوع دي وسيبها على الله. يلا على الله يا بالعم ما تشغلش دماغك. يلا حش وقفنا حالك معلش. ولا يهمك يا حاج، ما تعورنا قاعد تقعد. باهي يا شيخ.